السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا حاليا في موسم القراءة، موسم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال55. يعني مصر نجحت في تنظيم معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار 55 سنة فاتوا، وده بينبهنا لأهمية غرس قيمة القراءة في نفوس أطفالنا. وهنتعرف مع بعض إزاي نحبب أطفالنا في القراءة في 5 خطوات. رقم 1، نعرفهم إن القراءة هي اللي بتعرفنا على ربنا عز وجل، وإن ربنا أول نصيحة نصح بيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. رقم 2، توفير جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنزل، بين قوسين تجنب الصراعات الأسرية داخل المنزل، لأنه العصبية والانفعال بيؤدوا إلى التشتت وعدم التركيز. رقم 3، توفير الهواء والغذاء المناسب للأطفال، لأن المخ وخلايا العصبية بيستعينوا بالأكسجين والجلوكوز في عملية الإدراك والاستيعاب. رقم 4، تدريب الطفل على قراءة أسماء الشوارع وأسماء المحلات واللوحات المعدنية وإشارات المرور، وده بيشعر الطفل بأهمية القراءة في حياته اليومية. رقم 5، اهتمام الأم بقراءة الحواديت والقصص المشوقة للأطفال، وده بيشعر الطفل إنه القراءة لذيذة ولطيفة ومش حاجة ثقيلة عليه.